أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، ويا رب دايما في صحة وأحسن حال. أكلات المصريين في العيد الكبير اللي هو عيد الأضحى كتيرة جدا. بس إحنا كشعب مصري كمان بنتميز بأكلة حلوة قوي، بنحب نعملها دايما في العيد الكبير وفي غير العيد الكبير، بس هي مميزة بالعيد الكبير. إيه هي ورقة اللحمة. ورقة اللحمة بتبقى أكلة حلوة جدا 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 ومميزة جدا. عندنا في العيد الكبير بنحب نعملها وبنحب نعزم عليها كمان. ايه رأيكم بقى لو عملناها النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة ومميزة جدا وطعم ملوش مثيل؟ ومش هنسويها بقى 30 سنة زي ما الناس بتقول، لا هي ساعة في الفرن بالكتير هتكون مستوية وبالجمال ده. لو كنت أول مرة بتشوفوني أنا هلا أبو بكر. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ويلا نبدأ ونقول بسم الله. طبعا أول حاجة عندي اللحمة عندي أنا جايباها هنا من الفليتو. الفليتو اللي هي بتكون لحمة البفتيك، عشان ما تاخدش معايا وقت في السوا. تمام. وطبعا زي ما شفتوا الخضار بتاعنا كان بطاطس، بصل، جزر، كرفس، توم، طماطم، وفلفل كمان. انا بقطع قطعيه اللحم هنا تكون متوسطه، ما تكونش رفيعه قوي، ما تكونش سميكه جدا. انا كان عندي العرق وانا اللي مقطعه، طبعا لو رحنا جبناه من جزار هنخليه يقطعها لنا وسط. خلاص، زي ما بناخدها عادي خالص للستيك او للبوفتيك يعني. يلا بقى نتبل اللحمه بتاعتنا بالفلفل الاسود والملح، مش اكتر من كده. دي تتبيله اللحمه اللي هتكون عندنا. هاخد اللحمة كده من الوش الأولاني، أديها رشة من الفلفل ورشة من الملح، وابتدي أدعك اللحمة أو أعمل لها مساج كده، بحيث إن كل قطعة من اللحمة تتغلف بالتتبيلة اللي أنا عملتها دي، اللي هي الملح والفلفل الأسود. هقلب على الناحية التانية وهديها برضو رشة من الفلفل الأسود والملح، وهديها برضو تقليبة كده أو دهنة للتوابل بتاعتي اللي هي الملح والفلفل الأسمر بس. خلاص كده تمام. هاشيل بقى اللحمة على جنب، ويلا بينا نشوف الخضار هنقطعه ازاي. انا قطعت معاكم الخضار هنا عشان عايزه اوريكم السمك اللي هيكون عندنا الخضار بيه. الخضار عندي مش هيكون سميك قوي ومش هيكون برضو رفيع قوي، هيكون وسط. ليه هيكون وسط؟ علشان يستوي مع اللحمة في نفس الوقت. احنا زي ما اتفقنا اللحمة عندنا مش هتاخد وقت كبير في التسوية، لانها قطع يعني قطعية ما بتستويش كتير، يعني بتاخد وقت بسيط جدا على النار وبتكون مستوية وزي الفل. فنخلي بالنا ان الخضار دايما يبقى بنفس القطعية تقريبا او التقطيعة، علشان اللحمة ما تستويش وتتهري والخضار لسه، او يحصل العكس الخضار يتهري لو صغير قوي واللحمة لسه ما استوتش. لازم يحصل كده التجانس بين الاتنين ويستووا الاتنين في وقت واحد. خلاص، قطعت كل الخضار زي ما انتم شايفينه. البصل عندي مش هقطعه قطع كبيرة، هقطعه شرايح رفيعة، جوليان يعني. انا هنا استخدمت بصلتين، تقدروا تكتروا في اي نوع خضار انتوا حابينه. تعالوا بينا بقى ناخد البصل كده ونديله رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ونتعامل معاه معاملة البصل اللي بنحطه في أي طاجن. هنفضل ندعك فيه كويس قوي. أنا عايزة البصل يدبل شوية معايا، ما يبقاش ناشف كده، لأنه بيديني طعم حلو جدا لما بيدبل في الأكل، وكمان ريحة حلوة. خلاص كده الخضار عندي جاهز والبصل جاهز. نقدر طبعا نستخدم كمان بصل أبيض لو موجود. يلا بقى على النار على طول، في طاسة على النار كده هحط شوية من الزيت والزبدة. اول ما يسيح والطاسه عندي هتكون سخنه طبعا، هبتدي انزل بشرايح اللحمه. طبعا ما ننزلش باللحمه كلها، يعني الكميه كلها مره واحده. هبدا انزل كده على حسب ما تاخد معايا الطاسه، 3 او 4 قطع زي ما تاخد يعني. شويه بشويه، وبعد كده انزل الباقيين. تمام. هسيبها على النار كده حوالي دقيقتين 3 4 لحد ما تاخد وش من تحت. كمان هضيف في الوقت دوت كام فص من التوم، بيطلع ريحه حلوه جدا مع اللحمه، و بيطلّع ريحة حلوة جدًا. كمان أنا هاضيفه بعد كده، هاقول لكم هنعمل إيه بالتوم بعد كده لمّا نخلّص تشويح اللحمة يعني. لمّا اللحمة تاخد لون من الجنب كده من تحت يعني، هابتدي أقلبها على الجنب التاني تاخد نفس اللون، وهابتدي أخرّجها وأدخّل الكمية التانية على طول. يعني هاشتغل اللحمة على دُفعات، على حسب ما الطاسة بتاعتي تاخد. لو الطاسة بتاعتي طبعًا كبيرة أوي، ممكن تاخد كل كمية اللحمة ما فيش مشكلة. أنا هنا مستخدمة حوالي كيلو لحمة. تمام. طيب نخلّي بقى إيه يعني، لمّا بنبدأ ناخد اللحمة نطلّعها وننزّل لحمة تانية، نحاول إيه نهدّي النار نخلّيها متوسطة، علشان مش عايزة خليط الزيت والزبدة يتحرقوا. بس إذا اتحرقوا يعني ممكن نضيف معلقة من الزبدة كمان عليه، مش هيبقى في أي مشاكل بعد كده. خلّصت كمية اللحمة كلّها
وطلعتها في طبق جانبي زي ما شفتوا كده. هبتدي اخد التوم بقى اللي عندي كمان وهصفيه واطلعه، وزي ما هي الطاسه بتاعتي على النار، والماده الدهنيه اللي كانت موجوده فيها والبواقي اللي نزلت من اللحمه وتحمير التوم تمام كده، يلا بقى ننزل فيها بالبصل اللي كنا طبعا متبلينه بالملح والفلفل الاسود. هسيبه على النار كده لمده دقيقتين 3 مع التقليب. انا عايزه البصل يدبل بس، مش عايزاه لا ياخد لون ولا اي حاجه. خلاص. وده اول حاجه هبدا فيها في الخضار اللي هضيفها عندي في الطاسه. احنا هنا مش هنسوي الخضار، احنا هنخليهم كلهم مع بعض كده ياخدوا تشويحه سريعه. قلبت البصل خلاص، يلا بقى ننزل بكميه الخضار كلها اللي عندنا مره واحده كده، اللي هي كانت طماطم بصل طماطم وفلفل وجزر والكرفس والبطاطس. خلاص كده على النار كده لمده دقيقتين مع التقليب المستمر مش اكتر. انا عايزه الخضار بس ياخد من الصوص اللي نزل من تحمير اللحمه والزبده والزيت اللي كنت حطاهم. الطعم يعني الخلاصه بتاعه تحمير اللحمه مع الثوم والزبده والزيت وكده، فاهمين؟ خلاص كده تمام. هبتدي اديها تقريبا كويسه، وبعد كده هضيف بقى معلقه كبيره عندي من الصلصه، صلصه الطماطم. وكمان بقى نضيف معلقه كبيره من السكر، وكمان الملح بتاعنا نظبط الملح، وشويه من الفلفل الاسود. كمان هاضيف عندي آخر حاجة كده كيس من ال11 بهار. 11 بهار ده مميز جدًا، بهارات مميزة جدًا. لو مش عندكم تقدروا تستخدموا معلقة كبيرة من ال7 بهارات. ودي كانت التوابل بس اللي أنا ضفتها عندي. طبعًا 11 بهار ده بيغنيني عن أي توابل تانية. هادّيهم كده مع بعض تقليبة بعد ما ضفت البهارات كلها عندي. هاسيبها على النار دقيقة واحدة مش أكتر. خلاص كده الخضار بتاعنا جاهز. تعالوا بقى نحضّر الصينية اللي هنحط فيها ورقة اللحمة. هابتدي أجيب أي صينية عندي تكون هتشيل الكمية طبعًا. هاخد ورقة فويل بالطول، تمام، وعليها كمان ورقة بالعرض. أنا هنا لازم أبطن القالب اللي عندي كويس قوي قبل ما أنزل اللحمة بتاعتي. كمان هاخد ورقة من ورقة الزبدة، وهشتغل أو هتعامل معاها نفس معاملة ورقة الفويل بالظبط. يعني هحط ورقة من الزبدة بالطول وهحط عليها كمان ورقة بالعرض، تمام. ويا ريت يبقى الورق خارج بره الصينية عندي أو الصاج بتاعي علشان أقدر أقفل بعد كده كويس. بعد كده هاحط ورقة في النُص من الزبدة، ودي هتكون التبطينة بتاعة القاعدة بتاعة اللحمة اللي هاحط عليها اللحمة يعني، عشان الورقة ما تهريش معايا. تعالوا بقى ننزل بالخضار كله كده. طبعًا أنا مبطنة القالب بتاعي كويس أوي، أوي. خلاص ما تقلقوش. تمام كده هابتدي أوزّع الخضار في القالب عندي. طبعًا أنا حطيت ورقة الزبدة علشان ما يكونش الفويل ملامس للأكل. زي ما إحنا عارفين يعني ما بيكونش أفضل حاجة. هابتدي بقى أحط شرايح اللحمة اللي أنا اديت لها تشويحة كده وتحميرة على الخضار. هارصها على الخضار. في طبعًا ناس بتحب تقلّب اللحمة مع الخضار زي ما أنتم حابين، زي ما أنتم حابين. أنا باحاول أعمل معاكم شكل حلو، لو عندنا ضيوف كمان نقدر نفتح ورقة اللحمة قدّامهم ونقدّمها على طول، زي المطاعم بالضبط. هارص اللحمة بتاعتي كلّها. هيتبقى عندي كمان شوية من الصوص اللي أنا حمّرت بيهم اللحمة كانوا في الطبق يعني، هاضيفهم على اللحمة من فوق. خلاص كده الطاجن بتاعي أو ورقة اللحمة عندي جاهزة. هابتدي بقى أقفل كويس أوي الورق بتاعي. أول حاجة طبعًا قفلت ورقة الزبدة زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده هاقفل بقية الورق الفويل بقى وكده بنفس الطريقة. هاقفل كويس جدًا. في الوقت دوّة أنا فاتحة الفرن على درجة حرارة عالية بقى له تقريبًا 10 دقايق. عايزة الفرن يكون سخن. مش هاكتفي بكده، أنا هاجيب كمان ورقة زبدة ورقة فويل كمان وهاقفل بيها من برّه، تمام. هاقفل بيها من برّه، لا إما نحطها على الصينية كلها من برّه، لا إما ندخّلها كده ونقفل بيها الورقة من جوّه. يعني تمام، نحكم أو نأكد على قفل الفويل. خلاص كده تمام. هيكون عندي شبكة الفرن على الرف التحتاني خالص، فوق الرف التحتاني خالص على طول يعني. هابتدي أحط الصينية عليهم. يعني أنا مش هاحط الرف الوسطاني أبدًا، لأ هاحط شبكة الفرن في الرف التحتاني وأحط الصينية عندي لمدة ساعة. بالكتير أوي هتاخد ساعة وربع، ده بالكتير.
طبعًا هي سخنة جدًا، أنا كده طلّعتها من الفرن سخنة جدًا، جدًا، بس حابة أفتحها معاكم. خلاص، عايزة أقول لكم بقى إن أول ما بنفتح الورق كده بيهِل علينا ريحة ما شاء الله يعني، رهيبة، رهيبة بجد. هي بقى ما كانتش بس ريحة حلوة، دي كانت طعمًا كمان. طبعًا اللحمة مستوية جدًا، الخضار مستوي، مستوي سِوَى حلو مع اللحمة، مش خضار مهري، لإن إحنا اتفقنا إن يكون في تجانس كده بين حجم الخضار علشان خاطر يستوي كويس مع اللحمة. بُصّوا الخضار مستوي وحلو إزاي، مش مهري خالص. كمان عايزة أقول لكم إن اللحمة مستوية جدًا ودايبة جدًا، طبعًا تتبيلتها كانت مميزة كده وحلوة وبسيطة جدًا. كنا عملناها كده ورقة اللحمة بمنتهى البساطة وما خدتش مننا وقت ولا مجهود بجد. في ناس طبعًا بيسووها كلها ني في ني، بتبقى حلوة برضه، أنا باحب أعمل الطريقتين عمومًا. طبعًا بناكلها جنب رز بشعرية، رز أبيض زي ما تفضّلوا. في كمان ناس بياكلوها بعيش. زي ما أنتم شايفين ما أخدتش معانا وقت. جرّبوها هتعجبكم جدًا. عايزة أقول لكم كمان إن اللحمة مستوية جدًا. بُصّوا كده تعالوا ناخد حتّة من اللحمة ونشوف هي قد إيه مستوية وسهلة وبسيطة. وده طبعًا بيرجع لقطعية اللحمة اللي إحنا اخترناها. فمن فضلكم اختاروا قطعية بسيطة وسهلة علشان تستوي معانا بسرعة وتكون نتيجتها ممتازة. هتكون دايبة زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. وبكده تكون وصفة النهارده خلصت، وهي كانت ورقة اللحمة السهلة البسيطة اللي طعمها بجد رهيب. هيعجبكم الفيديو جدًا، يا ريت بقى لايك وشير وتشتركوا في القناة لو كنتم أول مرة تشوفوني، وأقول لكم مع السلامة.